السلام عليكم يا حبايبي. يلا معانا ايه النهارده؟ هنعمل النهارده كده مقادير الكريب، تكون ناجحه وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. معانا يا جماعه هنا الكوبايه اللي هنعاير بيها اللبن او الميه، هي اللي هنعاير بيها الدقيق عشان ما يبقاش فيها اي لخبطه. معايا هنا كوبايه حليب، معايا كوبايه دقيق، معايا بيضه وشويه ملح. نعمله قدامكم كده يا جماعه. ادي كوبايه الدقيق. الحليب ده يا جماعه اللي مش متوفر عنده حليب عادي يبقى بميه عادي، مفيهاش اي مشكله. دي البيضه بتاعتنا. كده شويه ملح. هعمله كريب يا جماعه مش حلو، حادق، عشان ما حدش يقول بتحطي ملح. بعمله حادق. لو حلو كنت هحط بدل الملح ده واحط فانيليا عشان الزفاره بتاعت البيض. كده جايز معانا يا جماعه. وبتكون عجينته ناجحه جدا وهتشوفوها معانا دلوقتي واحنا بنعملها مع بعض. ده كده بقى جهزنا القلايه بتاعتنا اهي اللي هنعمل فيها. وناخد المقدار كده نلف القلايه بتاعتنا كده على اتجاه واحد. شايفين بقى يا حبايبي الكريب بتاعنا عامل ازاي؟ ولا في اي حاجه صعبه، تشيليه بكل سهوله، مفيهوش اي مشكله. اللي مش متوفر عنده اللبن يا حبايبي بيعملوه بميه عادي. ما فيش حد يقف على حاجه في الغلا اللي احنا فيه ده، ما حدش يتوقف على اي حاجه. نمشي نفسنا كده باي حاجه، ما نقفش على حاجه. يعني هنقول اللي ما عندهوش لبن ما يعرفش يعمل، لا عادي. اهي نلفها كده بكل سهوله اهي يا جماعه. بس القلايه بتاعتنا احنا نلفها اهي، ما نحركهاش
لما هو هتلاقيه لم لوحده كده من الجناب يا جماعه، هتلاقيه ساب لوحده كده. واخدين بالكم؟ كل حاجه معاك اهي. اهو يا جماعه، اهو اهو اهو، ما فيهوش اي مشكله اهو. خلاص بقى الكريب كده معاكم، وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم. هنا كده يا حبايبي الكريب بتاع اهوت خلصته اهو يا جماعه، اهو اهو، ولا بيتقطع ولا في اي حاجه. يلا بقى نعمل بقى ايه. معايا هنا ايه، صدر فرخه كده مغسلاه ومنضفاه ومقطعاه يا جماعه كده زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا بصلتين وفلفل. بصوا بقى يا جماعه هنعمل لها شاورما بس حسب ما انتم عايزين. ننزل هنا كده، ننزل هنا كده، بس كده بالفراخ بتاعتنا. كده ايه، نشوح بس كده الفراخ بتاعتنا الاول. واحنا بنشوحها كده نضيف لها بقى شويه بهارات كده. شويه الملح بتاعنا، بس كده يا جماعه اهو. خلينا الفراخ بتاعتنا خدت اللون ده كده. زي ما انتم شايفين كده، خليها بس تعمل الميه اللي فيها دي. وانزل عليها بقى يا جماعه بالبصل بتاعنا، خليه ايه، شرايح شرايح كده، اللي هو جليد زي ما بيقولوا يعني. البصل بتاعنا كده مقطعه.
جربوها يا جماعه، هتعجبكم اول الوصفه دي والله، جربوها. الزمن بقى اللي احنا فيه ده بقى كده، في الغلا اللي احنا فيه ده. جربوها تعجبكم قوي. لو عجبكم يا جماعه، او اللي عنده يعني اي استفسار او اي اضافات يا جماعه يقول عليها، يعني هنقبل الراي يعني مع بعض. ده بقى الفلفل بتاعنا. اللي عايز يا جماعه يضيف لها طماطم، هي طعمها بتخليها طعمها حلو، بس ما هما بصراحه ما بيحبوهاش بالطماطم. اللي بيحبها بقى يا جماعه ايه، سبايسي كده وحراقه شويه، يحط لها فلفل حامي كده، الشطه الحاميه بتبقى بصراحه بتوديها في حته تانية، يعني بتخلي الطعم في حته تانية بصراحه يعني. فيها كمان واحد كده على السريع. كده يا جماعة بصراحة جربوها هتعجبكم قوي، بسرعة كده يعني ايه، حاجة ما بتاخدش وقت، سريعة معاكي، مش مكلفة يا جماعة. هو صدر فرخة واحد بس، يعني مش مكلف بقى، الدنيا غلا بقى. هو صدر واحد كده واديتوله الخضار ده، بتبقى قيمته حلوة قوي يا جماعة. هو ما بيقولش لأ الحاجة، يعني بصوا أي إضافات هتضيفوها الشاورما بتبقى قبلها، ما بتقولش لأ خالص لأي إضافات بصراحة. بتقولها أي خضار انتوا عايزينه، وقيمته الغذائية بتبقى حلوة قوي، يعني قيمته الغذائية بتبقى عالية. أنا عايزاكم كده ايه تقولوا لي ايه رأيكم. قولوا لي ايه رأيكم يا جماعة. لو عجبوكم يا جماعة ما تنسوش اللايك، ها ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة
اهم حاجه اللايك يا جماعه، ما بيكهربش والله، ولا الاشتراك. ها ويا جماعه لو سمحتوا يعني، لو اي حد بيشترك في القناه وبيلاقي المحتوى يعني ايه شبيه للمحتوى اللي هو شغال فيه، يا جماعه احنا كلنا بنرزق والله، مش عشان خاطر مثلا انت المحتوى اللي انت شغالاه او واللي انت بتنزليه هو زي المحتوى اللي انا بنزله، لا والله كلنا بنرزق يا جماعه، وكلنا يعني اكيد يعني استحاله وصفتك اكون زي وصفتي في اي تفريق يعني، ده في اي حاجه مختلفه يعني، مش هنقول ان احنا بنعمل زي بعضينا ولا حاجه، كلنا بنرزق. ها عشان في ناس كده بتشترك في القناه وبترجع تاني ابص الاقيها لغت الاشتراك. طب ليه يا جماعه؟ ليه انا قاعده والله العظيم ما في حد بيشترك في يعني، ما فيش حد بيقعد يعمل متابعات قدي، ولا حد الناس بتستفيد منه زي، والله العظيم انا بقعد ما فيش قناه انا بشترك لها وارجع تاني، ما فيش قناه انا بشترك فيها وارجع تاني واخرج تاني ولا الغي الاشتراك تاني. ماشي يا جماعه؟ فما ينفعش كده، ما ينفعش، ما ينفعش. وزي ما بقول لكم يا جماعه، انا كنت محمره هنا كده شويه بطاطس كده صوابع. يلا نلف بقى الايه، نلف الكريب ونشوف حلاوه الكريب ونقول يا سلام، يا سلام على الكريب. شيل يا جماعه كده، ايه بقى الكريب كده عشان خاطر ايه اوريكم الشكل النهائي ونقدم الكريب بتاعنا قدامكم يا جماعه. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك، ها الاشتراك، بس الاشتراك اللي بضمير يا جماعه، مش الاشتراك اللي بنشترك ونمشي، لا اشتراك كده ولايك وكومنت حلو منكم عشان نبقى اكبر عيله كده، ها نكبر مع بعض يا جماعه. شايفين الكريب اهو بيتقطعش ولا في اي حاجه، عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر عجينته ناجحه، واعملوا بالطريقه اللي انا وريتها لكم دي، هيعجبكم قوي قوي قوي، وقولوا لي ايه رايكم يا حبايبي. احبكم في الله، ربنا يحسن كده ما بين ايدينا وايديكم يا رب. بقى ايه عملت هنا كده يا جماعه،
الخطوه دي بتبقى حلوه قوي قوي يا جماعه. يا جماعه هو الخطوه دي اختياري، اللي عايز يعملها يعملها، اللي مش عايز براحته. بس هي بتبقى حلوه قوي قوي يعني، بتخلي العيش كده يلم على العجينه على العجينه قايل على الشاورما بتاعتنا في قلبيها، ويبقى يعني مدي تشميعه حلوه كده في النشفان بتاع العيش. مش ما بيبقاش ناشف يعني، ما بيبقاش طري قوي يعني. اللي عايز يعملها يعملها، مش عايز عادي يعني. دي بقى يا جماعه كده تحطوها جنب شويه كاتشب كده، يا سلام. بس انا بصراحه ما عملتش كاتشب يا جماعه، انا ما عملتش كاتشب. انا والله انا يعني على عيني كده وانا بصور النهارده، انا تعبانه والله، والله انا تعبانه من. بس يلا بقى عشان خاطر عيون حبايبي كده، وبقالي بصراحه يومين ما عملتش حاجه، نزلتش كده لكم حاجه، قلت مش هينفع بقى، هنتنينا نايمين كده ولا ايه؟ نعمل حاجه كده مع حبايبنا. ده كده يا جماعه اهو يا جماعه، ده كده بيكون الشكل النهائي للكريب بتاعنا اهو يا حبايبي. يا رب يعجبكم، بس ما تنسونيش بقى في اشتراك ولايك وكومنت حلو كده من عيون حبايبي. ده كده الشكل النهائي للكريب بتاعنا.